الكيان الصهيوني لمواصلة أعمال التقتيل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني والتوسع في احتلال الأرض وتشييد المستوطنات وهدم المنازل على رؤوس المدنيين العزل. وفي ظل الجرائم الوحشية التي يواصلها الكيان الصهيوني بقطاع غزة والاطباع المستمر لعدد الشهداء والجرحى وتوسع العمليات في القطاع وتدهور أوضاعه الإنسانية، تعلن القوة الموريتانية الحية بمختلف مكوناتها السياسية والنقابية والجمعوية ما يلي: أولا، تضامنها الكامل مع الأهل في قطاع غزة المقاومين ودعوته إلى مؤازرتهم التامة. ثانيا، إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الصهيوني الهمجي على الأهل في قطاع غزة. ثالثا، كشفها القوي للموقف العاجز للمجتمع الدولي المتآمر. رابعا، مطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه المذبحة المتواصلة لشعب غزة والعمل على فتح المجازر وجرائم الإبادة التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني، والضغط على الكيان الصهيوني عبر كافة الوسائل للتوقف الفوري عن هذا العدوان. خامسا، مطالبتها بملاحقة مرتكبي المجازر في غزة وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب. سادسا، رفضها القاطع للمواقف الظالمة التي تسوي بين المحتل والمظلوم وتساوي بين استخدام الشعب الفلسطيني لحقه بمقاومة الاحتلال ودفع العدوان وبين الاستخدام الصهيوني للآلة العسكرية الفتاكة لفرض هذا الاحتلال بالقوة. سابعا، دعوة الشعب الموريتاني الأبي إلى مواصلة دعمه للحراك الشعبي لمناصر القضية الفلسطينية والتلاحم لوقف وإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.